سيادة الرئيس، سيادتك بناء على مناقشتنا للمواد الخاصة بالقانون اللي هيبني فيها كل نائب من أعضاء البرلمان أكثرية أو أقلية موقفه من هذا القانون ومن تعهدات الحكومة بناء على هذه التحليل الرقمية، واللي سيادتك أمرت الحكومة إن احنا نجتمع بيها بمختلف ممثلي القوى السياسية والأحزاب اللي موجودة والمستقلين. وأنا دعيت شخصيا وبعض زملاء المعارضة للقاء السيد وزير شؤون مجالس النيابية والسادة الوزراء الساعة 10 صباح اليوم، بلغنا تليفونيا، فعلى ما اتحركنا وصلنا مكتبه الساعة 11 إلا ربع، وكان مجتمع بالفعل مع مجموعة من السادة النواب الأفاضل. مفيش بيان تحت إيدينا إن احنا نقدر نحلل منه ونعرض على زملائنا أعضاء البرلمان موقفنا إذا كانت الحكومة. هو أنا لما أعرف إن في الدقهلية بس 111,000 مستأجر قديم مطلوب منه حكومة خلال 7 سنوات إنها توفر لنصهم، هو ده متاح؟ مش عايز أبقى باخد كلمة يا سيادة الرئيس. تحليل هذه الأرقام وتمكننا من الاطلاع عليها تفصيلا، مش إن أنا أسمع ل3 4 أرقام وأبني موقفي بناء على ده. القاهرة ما هم مسؤولين مننا، جيزة مسؤولين مننا، دقهلية، دمياط، بورسعيد، إسماعيلية، كل نائب من دول هيرجع لدايرته محتاج يجاوب، والحكومة محتاجة إن هي تقول الأراضي. ما احنا عايزين نعرف وزيرة التنمية والحكومة في أراضي للناس ديت، في مشروع، في فلوس في الموازنة العامة للدولة خلال ال4 سنين اللي جايين تقدر إن هي تمول مشروعات تقدر انها سمعنا من الوزير في 5 مليون وحده سكنيه، منهم 30 مليون عند نجيب ساويرس يعني، ولا في مفيده؟ عند مين دول؟ احنا بنتكلم في الناس اللي بلغت 60 و70 و80 سنه هنقدر ننقلهم. وسيادتك قلت شريطه ان تكون الجغرافيا موجوده وملاصقه، هل ده قائم؟ لما يجوا يقولوا في محافظه الشرقيه هتروح مايو اقرب حاجه ليك، ده كلام؟ يا سيادة الرئيس، قبل ما نبدأ مناقشة المواد محتاجين نحصل على هذه البيانات ويفسح لنا الطريق لدراستها حتى مع مراكز تحليلية خارج البرلمان. ده موضوع مهم ان احنا ندرس الارقام ديت وناخد وقتنا في دراستها يا سيادة الرئيس. شكرا سيادة الرئيس.